من الباهوس خليتهم ينقصوا لي خشب على المقاس. فكرة اليوم، والله الموضوع انه بزعت من هاي الشغلة، دوم اذب الاكل بالزبالة. وهذه حرامات طبعا، مو قضية عندك فلوس او ما عندك فلوس، بس هاي خسارة 60% اذب الاكل مال الحمام بالزبالة. هاي الصناديق مال الاكل يعني طبعا شفتها بالعراق، واكو من الصين يجي، واكو همين بألمانيا تقدر تشتريها عن طريق الاي باي، بالامازون ما شفتهن، عن طريق الانترنت تقدر تحصل. فاني هسه اسويها بالخشب، واختاريت هذا الخشب اللي مو كلش غالي. الخشب اللي اشتغل هنا بيه رخيص يكون، يعني كله تقريبا المتر المربع 17 اورو، كله 12 خانة للمأكل، ما كلفني 25 اورو. بس طبعا حسب القياس قصيتهن واركبهن بنفسي، بس اركبهن بالبراغي وبنفس الوقت اركبهن اخلي لايم، يعني صمغ، حتى تكون قوية او تتحمل. من هذني هسه سويت 12 وحدة. شو البراغي تكمل هنا. هسه اشوفكم الفكرة شلون تصير. هذا جلاس قصتهن 20x20، وهاي للتجربة صارت هسه. يعني بقت بس الفتحات أسويها الارتفاع لرقبة الطيور السورية لازم 12 إلى 13 سنتي الارتفاع، بس إذا تاخذ طيور نواعم ف8 كلش كافي. هسه هذا الارتفاع 12 سنتي، هذا 20x23 الارتفاع، يعني 20 العرض و23 الارتفاع. تقدر تخلي تقريبا نص لتر بيها، هالقد مو لازم، بس المهم ما راح يذبون الأكل يمنى ويسرى. الفتحات تجي على القفص، وهذه تكون برا حتى أشوف الأكل، ولهاي للتنظيف أقدر أطلع الجلاس وأنظفها. ولين الخشب رخيص، أنا عندي بالمحل هاي المادة تكون تسفاي كومبوننت، يعني مثل الإيبوكسي، أجي عليها فد مرة، تكون طبعا تحمي من المي والرطوبة، وتنظيفها تكون سهل. وإن شاء الله من أكمل أشوفكم شلون تصير تركيبة هناك وإيش راح نستفاد. مع السلامة.